كل بيت نفسه يسمع صوت طفل صغير، يشوف أول خطوة وأول كلمة نسمعها بابا وماما. لكن الحلم ده لما بيتأخر ساعات الدنيا بتبقى تقيلة للنفسية. في الزمن ده الطب اتطور وجاب لنا حلول جديدة زي الحقن المجهري. النهاردة هنتكلم عن الحقن المجهري ونفهم امتى بنلجأ له وبيتعمل ازاي. ايه هو الحقن المجهري؟ الحقن المجهري عبارة عن عملية دقيقة بتتعمل في المعمل بهدف تخصيب البويضة بحيوان منوي تحت المجهر. بعد كده البويضة اللي اتخصبت بتتزرع بشكل جنين جوه الرحم. امتى نفكر في الحقن المجهري؟ لما الطرق الطبيعية ما بتجيبش نتيجة لازم نشوف الحلول البديلة، طبعا أهمها الحقن المجهري. تعالوا نعد مع بعض الأسباب اللي تخلينا نفكر فيها. لو الحيوانات المنوية عند الزوج ضعيف، لو العدد قليل أو الحركة ضعيفة أو نسبة التشوهات عالية. رقم 2 مشاكل التبويض عند الزوجة. ساعات الزوجة بتنتج البويضات بشكل مش طبيعي بسبب وجود تكيس بالمبايض أو مشاكل هرمونية أو ضعف في مخزون المبيض. ثالث سبب انسداد قناتي فالوب، هو عبارة عن قناة بتوصل بين المبيض والرحم وبتوصل البويضة للحيوان المنوي، وهي دي المكان اللي بيتم فيه تخصيب البويضة. فلو قنواتي فالوب مسدودين هيكون الطريق صعب لوصول الحيوان المنوي للبويضة، فبالتالي ما بيكونش فيه تخصيب. تأخر الحمل بشكل طبيعي لمدة أكتر من سنتين، ده السبب الرابع. لو الحمل فشل إنه يحصل بشكل طبيعي بعد سنتين في حالة عدم وجود سبب واضح لتأخر الحمل بنلجأ للحقن المجهري. رقم 5 السن وعامل الوقت. لو الزوجة عدت سن ال 35 جودة البويضات بتكون قليلة شوية. الحقن المجهري بيكون حل سريع للاستفادة بالوقت. العملية بتتعمل ازاي؟ رقم 1 تنشيط المبيض. الدكتور ساعتها بيدي أدوية تنشيط للمبيض عشان تنتج عدد كبير من البويضات. خلال الفترة دي بيتعمل سونار ومتابعة دقيقة. رقم 2 سحب البويضات. بعد ما البويضات توصل لحجم مناسب بيتم إجراء عملية لسحب البويضات بإبرة رفيعة جدا تحت تأثير مخدر. رقم 3 تجهيز الحيوانات المنوية. الزوج بيقدم عينة سائل منوي، ولو العدد قليل أو نسبة التشوهات عالية بنبدأ بإجراء جراحي لسحب العينة مباشرة من الخصية. رقم 4 التخصيب في المعمل. هنا بيتم عملية حقن الحيوان المنوي جوه البويضة باستخدام إبرة رفيعة جدا تحت الميكروسكوب. رقم 5 بيتم زرع الأجنة. الأجنة اللي اتكونت بعد 3 أو 4 أو 5 أيام بيتم نقلها جوه الرحم باستخدام أنبوبة صغيرة جدا. رقم 6 وهي أهم خطوة الانتظار. أصعب خطوة هي الانتظار، إن احنا نستنى 10 14 يوم بعد نقل الأجنة عشان نعمل الاختبار الحمل ونستنى النتيجة. هل نجاح الحقن المجهري مضمون؟ نسب نجاح الحقن المجهري بيدخل فيه عوامل كتيرة زي السن، زي جودة البويضات، زي المركز نفسه بتاع الحقن المجهري، زي بروتوكول العلاج اللي بيتم استخدامه، طريقة نقل الأجنة. كل دي عوامل كتيرة بتدخل في نجاح الحقن المجهري. ايه التحديات والمخاطر اللي لازم نعرفها؟ مش معنى ان العملية دقيقة ان ما بقاش فيها تحديات. اول حاجة فرط تنشيط المبيض. بعض الستات بيحصل لهم فرط تنشيط ودوت بيكون عبارة عن استجابة مبالغ فيها للمنشطات، ودي بنتجنبها عن طريق استخدام بروتوكولات معينة للمنشطات او نقل الأجنة في شهور مختلفة عن شهور الاستخدام المنشط نفسه. رقم 2 الحمل المتعدد. لو اكتر من جنين اتزرع ممكن يحصل حمل في توأم او 3، وده زي ما ليه مميزات ولكن ليه عيوب لان الحمل بيكون صعب جدا. رقم 3 الاجهاد النفسي. الانتظار بيكون صعب جدا وبيحتاج دعم نفسي جدا للزوجين. شوية نصايح قبل ما نخوض التجربة: اختار مركز طبي موثوق فيه. رقم 2 الراحة النفسية. العملية مش جسدية بس ولكن فيها ضغط نفسي كبير. رقم 3 ما نوقفش الامل. لو المحاولة الاولى ما نجحتش ما نوقفش الامل ونجرب فرصة واثنين وثلاثة. كلمة اخيرة: الحقن المجهري طوق نجاة ومفيش حاجة مستحيلة مع التقدم الطبي، ودايما خلي عندكم يقين في ربنا ان الحلم ممكن يتحقق.